وفاة الفنان لطفي لبيب، حكاية فنان عظيم وصراع مع المرض حتى النهاية. خبر حزين جدا خيم على الوسط الفني المصري والعربي. وفاة الفنان الكبير لطفي لبيب، واحد من أكثر الفنانين حبا واحتراما من الجمهور والنقاد. لكن هل كانت النهاية متوقعة؟ إيه اللي حصل؟ وإيه كواليس أيامه الأخيرة؟ خليكم معانا علشان نعرف القصة الكاملة. اتولد لطفي لبيب يوم 18 أغسطس سنة 1947 في محافظة بني سويف، واتخرج من كلية الآداب قسم فلسفة، لكنه عشق التمثيل من صغره. بدأ مشواره الفني متأخر نسبياً، لكنه قدر في وقت قصير يثبت نفسه، وشارك في مئات الأعمال اللي دخلت قلوبنا. ومن أبرز أدواره دوره في فيلم السفارة في العمارة مع الزعيم عادل إمام، ودوره الرائع في طباخ الريس اللي خلى الناس تتأكد إنه مش بس فنان كوميدي، لكن كمان ممثل تقيل وصاحب موهبة استثنائية. وفي السنوات الأخيرة عانى الفنان لطفي لبيب من جلطة دماغية أثرت على النصف الأيسر من جسمه، وده خلاه يبعد تدريجياً عن التمثيل. ظهر أكتر من مرة في لقاءات وقال جملته المؤثرة: أنا مش قادر أمثل تاني، جسدي مش مساعدني، لكن قلبي معاكم. وكان دايما بيتكلم بإيمان وصبر ورضا رغم الألم اللي كان بيعيشه. رحل الفنان الكبير لطفي لبيب في صمت بعد صراع طويل مع المرض صباح اليوم في إحدى مستشفيات القاهرة، وأكدت أسرته إن الوفاة كانت طبيعية، وطلبوا من الجمهور الدعاء له بالرحمة. الوسط الفني كله حزن على فراقه، وانهالت التعازي من الفنانين والجمهور على السوشيال ميديا. رحل لطفي لبيب، لكن أعماله وبصمته بقي في قلوبنا. فنان ما كانش بيدور على البطولة المطلقة، لكن قدر يبقى بطل في كل مشهد وكل كلمة بيقولها. وداعا يا طيب القلب، يا خفيف الدم، يا فنان بمعنى الكلمة. لو بتحبوا الفنان لطفي لبيب، قولوا لنا أكتر دور بتحبوا له في الكومنتات، وادعوا له بالرحمة. وما تنسوش اللايك والاشتراك علشان نفضل دايما نرصد ليكم أهم أخبار النجوم والمشاهير.